هنعمل ليمون معصفر بطريقة سهلة وبسيطة جدا. انا هنا معايا كيلو من الليمون. لازم أن يكون الليمونة حجمها كبير وتكون صفرة خالص، يعني الاحسن ميبقاش فيها حاجة خضرة. بتجيبي بقى البلانشة كده او على الرخامة او زي ما تحبي، وتبتدي ان انتي تقطعي الليمونة كده بالطول وبالعرض على شكل علامة زائد كده، وما توصليش للنهاية. يعني وانت بتقطعيها ما توصليش للنهاية. طبعا بخلص كل الكمية عشان وقت الفيديو. وطبعا انا بعد ما خلصت كنت حاطه ميه معايا تسخن او تغلي، نزلت فيها بكيلو ليمون. انا هقولك بقى لو انت حابه الليمون تاكليه على طول، سيبيه يغلي من 11 دقيقه ل 12 دقيقه. حابه مش على طول، يبقى حوالي 5 دقايق زي ما انا عملت كده. وبعدين تبتدي ان انت تشيليه خالص بالمصفى زي ما انا بشيله كده. وهقولك كمان في كمان حاجه، لو انت عايزاه يفضل معاكي ان شاء الله لرمضان، ما تسلقوهوش خالص، اعمليه كده زي ما هو كده بحاله كده من غير سليق. انا كنت عملته الفيديو ده قبل كده وفضل فعلا معايا مده اطول. خلاص كده بعد كده ما صفيته بجيب بقى عصفر من عند العطار، معايا كده كيس، ومعايا حبة البركة، ومعايا جزر مبشور. بحط على الكلام ده بقى، بحط عليه معلقة من الملح كده، وبحط كمان معلقة من هريسة الشطة. عندي هريسة شطة بستغناش عنها، على طول عندي في التلاجة. بحط منها كده معلقة، وبحط ربع كوباية ليمون، عصير ليمون. وبحط كده حوالي يعني اقل كده من ربع كوباية زيت. بقلب بقى الخلطة دي كده كويس جدا. شايفة الخلطة ريحتها جميلة جدا. قلبيها بقى كده كويس، وابتدي بقى احشي الليمون بتاعك بالشكل ده كده. وحاولي ان الخلطة ما تخرجش بره الليمونة. انا طبعا معايا البرطمان، هحشي واحطه في البرطمان على طول بالشكل ده كده. طريقه سهله وبسيطه خالص. وانا قلتلك كل الخطوات اللي تريحك اعمليها، سواء عايزه تاكلي منه على طول او مش على طول. قلتلك كده وقلتلك كده. انا كنت عملته معاكم قبل كده زي ما هو كده صحيح من غير سليق، ما سلقتوشي، وبجد كان تحفه. بس هو بيقعد مده اطول. بس انا بقى بملى البرطمانات بس وبوريكي بالشكل ده كده كده. خلاص فايض بقى حبه من الخلطه كده، بحطهم على الوش كده. ومعايا المحلول بتاعي بقى اللي هو عباره عن ميه، وبحط 4 معالق من الملح. انا هقولك بقى احسن، في ناس بتقولك ايه قولي لنا الكميه بالظبط. يا جماعه الملح على حسب الكميه اللي قدامك، وبتبقى عشوائي كده بالنظر كده. انا حطيت 4 معالق ملح، وحطيت معلقه من هريسة الشطه في المحلول ده، وقلبته، وسقيت الليمون بالمحلول بس كده وخلاص. هو مش محتاج اي افتكاسات ولا اي حاجه. على الوش بقى كده بحط شويه من الزيت، ده بيخليه زبده. عارفه الزبده بيخليه كده زبده. بس كده. بجيب بقى كيس تلاجة عادي خالص وبغطيه وخلاص وبسيبه. بس انا عايزه اقولك برضو كمان على حاجه. من اسبوع، يعني من تخليله، بعد اسبوع من تخليله ابتدي ان انت تشيليه في التلاجة الافضل يعني. بس طريقه سهله وبسيطه، يا ريت تجربوها بقى وتقولوا لي عامله ايه معاكم.